يا الله، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. السلام عليكم مربين متابعين الهواية. هاي مثل ما تلاحظون الأقفاص الكبيرة أو مثل ما تسمى المحمية فوق السطح. هاي المساحة مالتها 3.5 في 2. طبعا خليناها خاصة للفاخت الملكي من دون أي إضافات، الفاخت الملكي فقط. هاي البناء مالها مثل ما ذكرنا كلف 150,000. تشنكو والحديد والسيم، شي مرتب وحلو. طبعا بعض الإخوان يسألوني يقولون فترة الشتاء بارد الجو راح نغلف السيم داير نايلون، وأثناء النهار الفترة اللي يطلع بها الشمس، يعني الفترة اللي دافية الدنيا، نرفع النايلون حتى تدخل الشمس وتداور الهواء بداخل المحمية. فترة الصيف راح نخلي السعف فوق الشنكو، ونخلي باريات هالي يسوونها من قصب، خليها فوق المحمية، راح تحافظ وتقلل الحرارة اللي موجودة فوق المحمية. هاي مثل ما تلاحظون عندنا خانات مال حمام كلهن عندهن أفراخ، هذا مال زينة يعني إضافة داخل السطح. هذا قفص همين موجودات. هذا القفص المساحة مالته 1.5 متر، الوجهية مالته 1.5 متر، ارتفاع 1.5 متر، والعرض النزال ماله 1 متر. ما مخلي بيه بس 3 أزواج أثناء التصعيد، يعني كان عندنا فراخ طاحن ماتن، ظل ذاك الفرخ واحد. هسه بدن أنتجن من جديد بيضا، وإن شاء الله موسم خير. هاي مثل ما تعرفون تلاحظون هاي الزلاطة نقدمها لهن، يعني الخضروات، الخيار، اللهانة، الكرفس. هاي مكملات غذائية. أهم شي طير تكون إلى مكملات غذائية. هاي مثل ما تلاحظون على اليسار هاي القاعدة اللي موجودة، هاي الخلطة اللي نقدمها إلهن للطيور. قلنا أهم شي المكملات الغذائية للطير. التمن يتقدم البزل يعني مسلوق فقط، ما بي نسبة دهون، وبالبزل مال يعني بالسلق راح يفقد النشويات مالته وتقدمه للطيور من المكملات الغذائية، بالإضافة للملح، إلى الكالسيوم وغيره. هو الطير بالقاع من طول أكو تراب وأكو طبعا إذا أحد يسأل يقول ليش عزلت الفاخت عندنا الفناجز، اكتشفت أن الفنجز طير مزعج وياخذ من أعشاش الفاخت ويبني أعشاشه، أو يبني الأعشاش مالته فوق أعشاش الفاخت. لهذا السبب عزلت الفناجز عن الفاخت، والطيرين بدن بالإنتاج، وإن شاء الله موسم خير على الجميع. الفناجز بدت تنتج بيضات والفاخت، وإن شاء الله راح نتابع وياكم الإنتاج مالهن بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ما راح نغلف المحمية راح نراويكم التغليف مالهن وطريقة رفعه بفترة الشمس، يعني بالنهار بالأيام الدافية، حتى نحافظ على طيورنا. وشكرا لكم. هاي طبعا مقطع بالليل أنا مصوره حتى تشوفون وضعيتها الإنارة مالتها هاي.